حنا معنا الاستاذ عبد اللطيف، هو غيدير النقل المباشر لاذاعه ميدينا راديو. خاصو يدخل باش يدير النقل المباشر، هي مغلقه. سي عبد اللطيف، كيبان لك هذه القضيه سابقه، هذه تلقى باب مغلق؟ كيبان لي من المفروض يكونوا الناس المسؤولين هنا، الناس اللي كيهيئوا لهذا اللقاء. طبعا الباب اللي كيدي الصحافه هو مغلق، ما عرفناش بالضبط علاش، وحنا جايين باش نقروا الماتش عبر الاذاعه، ولكن الباب مازال مغلق لحد الان. كننتظروا واحد المسؤول هو بعدا جا باش يفتح لنا الباب. هادشي اللي كاين. وتيبتسم مسكين لانه تا هو كتبان ليه هادي مازال تيبتسم. ما نديروش وجهه لانه تيقول لنا ما تصورونيش. قال لك هو متطوع يبغي يحل لنا هذا الباب. الله يجازيه بخير سيدي. عندي واحد الواجب رغم الامطار اللي كتسهر، حنا جايين مباشر من الملعب، ملعب العربيه الزاولي، حيث ستجرى بعد ساعه من الان مباراه الرجاء ضد اولمبيك خريبكا، يعني الجوله الخامسه من كأس التميز. أمطار الخير هو الأمر الإيجابي الوحيد، لكن الأمور السلبية الأخرى غياب الجمهور ومنصة الصحافة بأبواب موصدة. هذه من الغرائب ديال كأس التميز. كما كتشوفوا الباب مغلق. علاش؟ ما عرفتش. هي مركز الصحافة سونتر ميديا، الأبواب موصدة وباقى ساعة على ضربة البداية. الحكام دخلوا يديروا كما كنقولوا فتره الاحماء. الحافله ديال الفريقين ها هي كاينه كما كتشوفوا، حافله اولمبيك خريبكا ها هي، الحافله ديال فريق الرجاء. امطار الخير تبارك الله موجوده ما شاء الله. هذا هو الامر الايجابي الوحيد، هي امطار الخير. ولكن كما كنقول لك ابواب او مركز الصحافه مغلقه مغلقه مغلقه. لماذا لا نعلم. هانتوما ابواب موصده. كنحاول باي طريقه باش نفتح هذا الباب ولا شيء يذكر. الامر الاخر اللي شفناه هو في المنصه ما كاينش الجمهور، غائب. جمهور غائب لاعتبارات عده، كلشي عارفها، البيضاويين عارفينها، وانه جمهور ديال فريق الرجاء غاضب على النتائج السلبيه للفريق ديالو اللي مرتبطه بامور تقنيه وامور تسييريه، والجمع العام الغير العادي اللي مقرر 5 من فبراير القادم، يعني بعد ايام فقط، عيد الاربعاء.